ادي يا سيدي اللي بيسموا نفسهم صفوة، ويقول لك نجوم المجتمع وسليبرتي وبابليك فيجر. وتيجي بعد كده تستغرب ان الواد ابو شعر معفن اللي بيخاف فاهم يستحمى عشان الكيرل ما تفكش، وبنطلون جينز مقطع، وبيقلع التيشيرت ويقف في المدرج بالفانيلا بيشتم بالام والاب. طب ما هو يا دوبك لما دي المفروض الناس المثقفه. هو ده مراد مكرم، مش عارف بقى هو بتسموه ممثل ولا فود بلوجر ولا ايه، مش عارف هو شغال ايه دلوقتي. هو غالبا لقى سبوبة الكوره جايبه نتيجه فراح مكمل فيها. فهو كان بيتكلم على لعيب في الزمالك، لعيب البرازيلي، فواحد اهلاوي داخل كاتب كومنت عادي نكش عادي، فبيقول له حلو ده يلزمنا. راح كاتب له رد عليه قال له استنى لما يشتمكوا. انت طبعا قلت لي ما عنده حق. اقول لك ما انا ممكن ارد اقول له مرتضى منصور. ممكن ارد اقول له كام لعيب هارب. كام لعيب بعت الذهب، كام لعيب اتبرع. ما هي لسته طويله، ده لسته طويله. نلم بقى كمان لسته القضايا. ما فاهم، فتوح يموت واحد شده وتسود يا ابن الاصول معلش. فتوح يهرب تاني يروح حفله راغب علامه، لا اصله هيروح الاهلي خلينا نسكت وخلاص. يعني ممكن اجيب لك سلسله مواقف انت حطيت لسانك في بقك وما اتكلمتش، لكن سيبك من كل ده. المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان عارف واحد زي ده دلوقتي لو صفحات الاهلي طلعته مسرح، هو حد زي بقول لك رد عليه الرد ده، انت مرتضى شتمك بالام كنتش تقدر تفتح بقك. واخواتك شادي عيسى وخالد الغندور وكل اللي قاعدين في الاستوديو كان بيكلمهم يمسح بكرامتهم الارض على الهوا، كانش حد بيقدر يفتح بقه. هتلاقي ساعتها ده بقى اللي بيخش يتطاول على الجماهير ويستظرف يعمل فيها بتاع افيهات، هتلاقي تاني يوم نزل لك البوست اياه تم تحرير محضر تجاه الصفحات الاهلاويه وحقي هعرف اجيبه بالقانون ضد كل متجاوز. وهيخش يهدد ده، وده هقفل لك صفحتك، وده هقفل لك الشانل بتاعتك، وده هسجنك، وده فهنا جمله بسيطه: احترم نفسك. يعني افيهات ممكن نرمي مليون افيهات، يعني وخصوصا انت فاهم اذا بوليتم فاستتروا. هتقول لي تاني ما انت عندك دايما هفضل اقولها: لو الاهلي فيه فساد 20%، ها انت عندك 90%. لو انا فيا العبر 25%، انت فيك العبر 80%. دايما اللي عندك هيبقى اكتر. وعادي ممكن الناس تخش تستظرف بقى تقول لك فاهم يعني تخش كلك اكلتين بس ما تتخنش شويه عشان مرتضى ما يقولكش زي شادي عيسى يقول لك بزابيزك طلعت. لا، عندنا حاجات مهينه، عندنا حاجات مهينه كانت بتحصل عندك برضو. نرمي افيهات حلوه قوي، لكن زي ما بقول لك هيطلع هتلاقي تاني يوم تيجي تكلمهم دول بقى يروحوا بقى يعملوا محاضر. فاحترموا نفسكم واحترموا سنكم واحترموا ان انتم المفروض اسم. ويا صديقي ما تستغربش لما تلاقي على الصيغه بتشتم امه والاب، ده كده المتعلم.